اهلا بيكم اصدقائي، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بطلتنا النهاردة اسمها بيشوان، بنوتة عندها 23 سنة. كل حلمها انها تعيش في المدينة دي من وهي صغيرة، تشتغل وتقابل فتى احلامها هناك. شوان مصممة اعلانات واشتغلت في كذا شركة مشهورة. تقريبا اول ما دخلت المدينة حست انها جات المكان الغلط، لدرجة انها كانت مصدومة جدا. وانا في نظري صراحة يا ريتني مكانها. دخلت الشركة ترحب بزمايلها ولكن للأسف محدش رد عليها، لدرجة ان زميل ليها في الشركة فكرها جايبة اوردر الاكل بتاعه. ودي بنوتة زي ما هتشوفوا كده سماوية شوية، طلعت فوق للسيد شو وده مدير الشركة، وتقريبا كده شخصية ملخبطة شويتين. وبيسألها السيد شو ليه عاوزة تشتغلي في شركتنا، فقالت له ان الشركات الكبيرة محتاجة مجهود وشغل كبير، انما هنا انا ممكن ابدع عشان اخرج كل اللي عندي وكمان اتعلم منك. رد عليها السيد شو بكل صراحة وقال لها انا عاوز اقولك للاسف ان احنا ما عندناش اجازات، وكمان ما عندناش عمل اضافي، وكمان ما عندناش اعمال مدفوعة الاجر. يعني من الاخر كده ايه اللي جابك هنا؟ وصلت شوان لنهاية الموضوع وقالت له طب مرتبي هيبقى قد ايه؟ فرد قال لها انه هيبقى 4000 يوان مدة تدريب 6 شهور، وبالرغم انه صغير انك لازم تؤمني بموهبتك. راحت شوان عشان تأجر بيت تسكن فيه، ولكن ما عجبهاش البيت اطلاقا، وسألت المستأجر انها محتاجة مكان تاني احسن ويكون قريب من مترو الانفاق، لكنه زود عليها الأجر علشان تأجر عنده. بس هي قالت له إنها هتاخد 4000 يوان بس في الشهر، وأكيد مش هتقدر إنها تأجر البيت عنده. وبعد ما حس إنها مش هتأجر عنده قال لها إنه عاوز 500 يوان مقابل إنها شافت البيت بس. فحبت شوان تهرب منه علشان ما تدفعش. جربت شوان انها تنط من على البوابة ولكنها اتعلقت في النص، ولكنه كان ذكي، البوابة كانت مقفولة بالقفل. شافت شاب بره ماشي في الشارع، طلبت منه انه يساعدها ويجيب لها شنطتها، وبعدها فكرها ان شنطتها جوه، ولكن المستأجر كان خدها ومشي. حاولت توصل لمكان تاني وكان حلو جدا، وقال لها انه هيبقى 8000 يوان، ولكنها حاولت تقنعه انها تاخده ب 4000 يوان. المستأجر ده كان ليه اخ ساكن شريك في الشقة علشان قصاده، وطلع هو اللي وقعها من على السور، اسمه نان. ولكنه اقنع نان ووافق، بس ما يعرفش انها البنت اللي كانت على البوابة وان هي اللي هتسكن فيه. كان شرطه الوحيد انها تعيش لوحدها ومحدش يجيلها، ولكن شوان وافقت. تاني يوم وصلت الشركة، طلع الاي دي بتاعها ولكن من غير صورة. كان زميلها في الشغل مصور وقال لها انا ممكن اساعدك. خلصوا تصوير وطلعوا الاجتماع ورحبوا بشوان. قال لهم السيد شو انه عنده خبرين سيئين. الخبر الاول اننا هنشتغل وقت اضافي، والتاني ان مجموعة اوكا وافقت اننا ننضم ليها. واجهة الشاي بحليب للفول الصويا. هنا بنشوف نان وهو داخل الشركة وكمية الواو بتاعته، واللي اكتشفته ان هو مدير شركة لي اللي خايفين منها. شوان قاعدة تكمل تصميم الاعلان، وطبعا متحمسة جدا او تعبت جدا فيه، ولكن برضو التصميم اترفض وكلامهم ورد فعلهم احبطها اكتر. وصلت السوبر ماركت علشان تشتري سمكة، بالصدفة لقته هو كمان عاوز نفس السمكة، وانا كمان عاوزة نفس السمكة. يا عيني على الصدف. وهي بتحاول تلومه على انه محاولش يساعدها، ولكنه وقع من على السور. بتروح شوان على بيتها الجديد مستنية الاسانسير يطلع، وشوية ومامتها رنت عليها وبتطمن عليها وبتقول لها انها عملت ليها اكل وعاوزة تبعته ليها على البيت الجديد. فبتقول لها انها مش محتاجة اكل لانها بتشتري اكل على طول من بره ومش بتطبخ. بتقول لها انها بتاكل دلوقتي وجبة فرنسية ولازم تقفل دلوقتي. وبتبص وراها لقت صدمة، لقيته هو كمان نان كان قاعد وراها وبتقوله انت اكيد بتراقبني. فبيقول لها انا اكيد مش فاضي للكلام العبيط ده، انا ساكن هنا اصلا. بيقفل الاسانسير ولقاها واقفة فبيسألها مش هتطلعي؟ فقالت له لا. فقال لها بالمناسبة مفيش هنا مطاعم فرنسية في المبنى على فكرة. بيضغط نين على الزرار ولقيته هيطلع نفس الدور بتاعها، ويا للحظ ان شقته هي اللي ساكن فيها قصادها. اندهش جدا. بتتلفت شوان وبتسأله انت بتبصلي كده ليه؟ قال لها انت عايشة هنا لوحدك؟ فبتقوله ان حبيبها مدرب فنون قتالية وهيجي كمان 5 دقايق. وشم نين ريحة كذب في الموضوع طبعا. بيدخل وبيقول لنفسه انه ازاي ده مكتوب في العقد انها عايشة لوحدها. شوية بدأت شوان تعمل
العشاء وبتكلم نفسها انها متضايقه جدا من اللي حصل في يومها بسبب الشغل. افتكرت نان ان المالك للبيت مش سامح ليها انها تطبخ في البيت ابدا، فبسرعه اتصل نان باخوه قال له ان ازاي انا متفق معاك ان اي حد يسكن في البيت ما يطبخش فيه. فرد عليه اخوه قال له انا بعتذر لك، وصاحبه البيت بعتت رساله اعتذار من شويه ومعلش. قفل ليلى الخط بسرعه وبيفتح العلبه لقى فيها شيء غريب جدا، وهي قطعه ملابس خاصه جوه الكرتونه. بتكلم شوان مامتها وبتقول لها عامله ايه في الشركه الجديده، بتطمنها شوان على اخبارها وبتقول لها انها بتعمل تصميم لكتب ميه. فمامتها استغربت، فكملت شوان كلامها وقالت لها انه تصميم لشركه اغذيه كبيره جدا. فرحت مامتها جدا وبتقول لها معقوله لقيتي الشغل ده اول ما دخلت الشركه على طول؟ ياه دول مقدرين خبرتك جدا. قالت لها قوي قوي يا ماما، اول ما دخلت الشركه حطوني في المنصب المهم ده على طول، ولازم استغل كل خبرتي. وبتكمل كلامها شوين وبتقول لها طمنيني على اخبارك انتي. قالت لها انا بساعد الشركه في تصميم بعض الملابس الخاصه وكمان من الشركات الفخمه جدا. فجأة فتح نان باب شقته وقرر انه يخبط على شوين ويديها العلبة بتاعتها، ولكن بيتردد نان جدا ودخل شقته، ولكن رجع خرج تاني علشان يسيبها قدام الباب من غير ما حد ياخد باله. فجأة شوين سمعت صوت خبط بره، فتحت الباب وقالت له انت بتعمل ايه قدام باب شقتي؟ ارتبك نان جدا وقال لها خدي العلبة دي. فبتقول له ايه ده؟ قال لها دي علبة جاية ليكي وكمان مكتوب عليها اسمك تبقى بتاعتك. بتاخدها شوان منه بتبص عليها لقيتها مفتوحة، فبتسأله انت ليه فتحتها؟ قال لها ده خدش صغير جدا فتحته بالغلط، بس صدقيني انا معرفش ايه جواه. بيديها نان العلبة وبتحاول شوان انها تبعدها عنها، فبتتفتح العلبة وبيقع منها الملابس بتاعتها. اتكسفت شوان جدا وقالت له انت ازاي جايب الشيء الغريب ده على بيتي؟ انت اكيد مجنون ومش طبيعي. قال لها خلاص يبقى يلا بينا على الشرطة. قالت له طبعا يلا بينا. وفكرت شوان وقالت له ثانية واحدة هغير الشوز بتاعي وهاجي معاك على طول. خرجت شوان فبصلها نان وقال لها يا ريت بقى تجيبي الدليل بتاعك كمان معاكي علشان الشرطة هي اللي تقرر. بصت شوان على اللي في الارض واتكسفت جدا وافتكرت انها مكتوب عليها اسمها، فبصت له وقالت له ولا اقولك انا حاسه اني عاوزه انام وهسيبك تفلت منها النهارده، ويا ريت كمان اننا ما نتقابلش تاني اصلا عشان ما نعملش مشاكل هبله زي دي. اتنرفز نان جدا وقال لها احسن برضه، ودخل ورازع الباب في وشها. دخلت نان تكمل كلامها في التليفون وبتقول لها انها ساكن جنبها واحد مجنون وبعت لها ملابس خاصه، تخيلي يا ماما، وانها متضايقه منه جدا. ردت عليها مامتها وقالت لها شوان انا اللي بعت ليكي الحاجات دي. اتفاجئت شوان وجريت تجيب هدومها من بره، وفي نفس اللحظه قال شوان ونان ان واضح الجيره دي هتبقى مزعجه جدا. بتكمل شوان شغلها وبتبعت التصميم اللي عملته للمدير بتاعها، ولكنه احبطها وقال لها انه مش عاجبني ابدا وكمان انا مش راضي عنه اطلاقا. حست شوان بالاحباط وكلمت نفسها وبتقول انا لما ابقى مديره هقرف كل الموظفين الجديده في عشتها. حست شوان بصوت بره فكرت حرامي. قامت شوان عشان تشوف مين بره وكانت خايفه، فتحت الباب وخرجت تدور على الحرامي، وفجاه باب شقتها اتقفل وحظها الوحش ان المفتاح جوه. خبطت على نان عشان يساعدها، شافت نان وسرحت في جماله وراحت في دنيا تانية. احرجها نان وقال لها ها خلصتي؟ فاقت شوان وقالت له انا قفلت الباب على نفسي ومحتاجه مساعده منك. رد عليها نان وقال لها امال حبيبك راح فين؟ قالت له انا كنت بهزر على فكره، انا بس هدخل عندك ونط من البلكونه. مسكها نان وقال لها عندك هنا يا ماما ارجعي. قالت له لو سمحت. صعبت عليه شوان وقال لها اتفضلي. دخلت شوان شقته وحاولت تكلمه، قال لها انتي مش لسه قايله عني اني مجنون؟ قالت له خلاص بقى يا عم ما يبقاش خلقك ضيق. رد عليها نان وقال لها انا لو خلقي ضيق ما كنتش دخلتك بيتي اصلا. اعتذرت له شوان وقالت له انا اسفه انا فهمتك غلط. قال لها طب يلا نطي من البلكونه. طلعت شوان على البلكونه وبيحاول يلحقها نان، قال لها استني انا معايا مفتاح. قالت له نعم يعني انت بقى اللي كنت عايز تسرقني؟ قال لها اسرقك ايه؟ اصبري انا اصلا صاحب الشقه. خرجت شوان بره شقتها وبيديها نان المفتاح الاحتياطي بتاعها وبيقول لها بقولك ايه من هنا ورايح محدش ليه دعوه بحد ومش عايز اقابلك غير وقت دفع الايجار بس. بتقوله شوان محسسني انك هتوحشني يا ابني. دخلوا الاتنين وقفلوا في وش بعض. بتكلم شوان نفسها وبتقول كل حاجه ماشيه معايا بالعكس، انا معرفش ايه ده. تاني يوم الصبح نزلت شوان شغلها وبتعرض تصميمها لرئيستها في الشغل، فقالت لها ان كله مش هينفع ولازم تحاولي تاني، وبعدين ليه عامله كل ده؟ ايه الفوضى دي؟ زعلت شوان جدا من رد فعلها. حست البنت انها اتصرفت بشده مع شوان وقالت لها حاولي ترسمي الضحك على وشك شويه، وده زي ما هتشوفوا كده الرئيس جين،
ومستني من شوان التصميم بتاعه وبيسألها يا ترى خلصتي التصميم؟ قالت له شوان خلصت بس محتاجة من حضرتك شوية نصايح. رد عليها بكل انفعال، قال لها انا محتاج التصميم في اسرع وقت، ولازم كمان تاكلي من السمك المسلوق بتاعي ده علشان تطلعي تصميم كويس. بتكلم شوان مامتها بنبرة حزن وبتحاول تطمنها على نفسها، ولكن مامتها حست انها محبطة ومتضايقة. قالت لها انها خايفة عليها لانها خبرتها قليلة وخايفة كمان انها تتعرض للتنمر. ردت عليها شوان بكل حزن كان باين على صوتها، ولكن حاولت تداري ده وقالت لها انا زمايلي هنا في الشركة لطاف جدا، وكمان صاحب البيت راجل كويس جدا، اطمني. قفلت مامتها الخط وبتلف وراها لقت زميلها تشينج، ده زميلها في الشغل، بيقول لها تشينج انه هيحاول يساعدها في رسم تصميم السمك اللي هي تعمله بس بشرط. قالت له نعم. قال لها انا محتاجك في مشوار كده. وافقت شوان وراحت معاه. بيصور تشينج مجموعة صور علشان تكون واجهة الإعلان بتاعته اللي هي واجهة إعلان الشركة، وكمان علشان يوفر تمن الموديل وما يدفعش 200 يوان. قالت له طب ما بإني ساعدتك أنا محتاجة منك مساعدة، عرفني إزاي أتعامل مع الرئيسة ليه. قال لها إنها بتعشق الشاي بحليب الفول الصويا، وكمان المحل بتاعه بيقفل الساعة 5 وممكن تقدميه ليها بهدوء، هتحبك جدا. ما كملش تشينج كلامه ولقى شوان بتجري عشان تلحق المحل قبل ما يقفل. وهنا بنشوف موظف في شركة 2 بيلوم انه ازاي بيدوروا على مصمم من بره وهو ماسك قسم التصميم بتاعهم. بيحاول نان يهديه وبيقوله انه محتاج يدور على افكار جديدة، وده طبعا هيفيد شركتنا جدا. اخو نان بيحكي له عن موقف الموظف جانج بعد ما خرج وقد ايه كان مستاء جدا. بيقول له نان انا المهم عندي ان اعمل اعلان كويس جدا للذكرى ال5 للشاي بحليب الفول الصويا، ويلا تعالى ورايا عشان نروح محلات البيع بتاعه الشاي بحليب الفول الصويا ونشوف مشاكلهم هناك ايه. بياخد نان اخوه وبيوصلوا، وبعدين بيلاحظ نان ان اخوه مش مهتم، فبيقول له هو انا جايبك هنا يا ابني عشان تشرب بس ولا تشوف شغلك؟ ساب نان اخوه جوه وخرج يشوف الفرع التاني بتاعهم. بيبص بيلاقي شوان في وشه. داخله المحل وفجأة وهي خارجة بالشاي لقت نان في وشها، خبطت فيه وطبعا الشاي وقع منها. بتعيط شوان عشان ضيع اخر امل ليها انها تنول رضا رئيستها ليه في الشغل. زعلت شوان وبتقوله انت لازم تدفع تمن الشاي اللي وقعته ده. قال لها انا مالي، انت اللي متهوره وخبطتي فيا. قالت له اتصرف بقى. بيقول لها نان بطلي زن وهجيب لك واحد غيره. قالت له ده كان اخر واحد. وبتعيط شوان. اتصل نان باخوه قال له هات لي كوبايه شاي بحليب حالا. الرئيسة ليه هنا عايزة تمشي من الشركة، ولكن شركة زميل نان في الشغل بيحاول يعطلها علشان شوان تديها الشاي بحليب الفول الصويا اللي هي بتحبه وترضى عن شوان وتعملها كويس. لحقتها شوان وقدمت لها الشاي وبتشكر تشينج انه قدر يأخرها لحد ما هي تيجي. بيرد عليها تشينج وبيقول لها بس انا بحب اللحمة لازم تعزميني. بتدخل شوان شقتها وبتودع تشينج، ولكنه لاحظ حاجة قبل ما يمشي ان شوان موجود على علامة باب شقتها اكس، وده معناه انه علامة حرامي. خافت شوان جدا وقالت له انه هيجي يسرق مني ايه، انا اصلا فقيرة ومش معايا فلوس. بتلف بتبص على شقة نان فلقوا علامة تانية غريبة. بتسأل تشينج دي علامة ايه؟ قال لها استني هشوف معناها ايه. بيلاقي انها علامة شخص ليس من السهل الالحاق به لأي ضرر. اتضايقت شوان جدا وطلبت من تشينج مساعدة. قال لها طب انتي عاوزة ايه؟ بنشوف نان وهو راجع من شغله لقى كذا رسالة مبعوثة ليه بصورة شوان وهي متكتفة بحديد وبتعيط. قلق نان عليها جدا واتصل بيها قال لها انتي كويسة، انتي فين؟ قالت له مفيش داعي تبلغ الشرطة ولكن الحرامي طالب 400. قال لها 400 مليون؟ قالت له لا 400 يوان. وقفلت. وطبعا شوان بتضحك عليه علشان يدفع لها فلوس الحديد اللي هتأمن بيه بيتها علشان الحرامي ما يعرفش يدخل. بيجري نان عشان يلحق ينقذ شوان من الحرامي. سمع صوت خبط بره في شقة شوان، جري على بيته علشان يجيب حاجة يضرب بيها الحرامي. نط من البلكونة لشقة شوان لقى تشينج في وشه. قفل تشينج الخط من شوان، جريت عشان تلحقه لقته بيتخانق مع نان في الشقة وبيقولوا لبعض سيب وانا سيب. دخلت شوان قال لها تشينج الحقيني. حاولت تلحق تضرب الطرف التاني ولكن للأسف لقيته نان وطبعا رزعته على دماغه. اتكسفت نان جدا واعتذرت له ولكنه رفض وقال لها يا ريت تتفضلوا تخرجوا وكمان وانتوا خارجين ما تنسوش تطفوا النور. راحت توصل كمان تشينج وبتعتذر له عن اللي حصل ليه النهارده بسببها. وفجأة ظهر حرامي وبيجري وراه الناس. طلبوا من شوان وتشينج انهم يمسكوه، حاولوا يلحقوه ويسيطروا عليه بشوية حركات مضحكة جدا، ومع مجموعة ضربات لطيفة قدروا ان هم يمسكوه وسلموه للشرطة. بيشكرهم الضابط وبيقول لهم انه مبسوط منهم جدا.
بترجع شوان شقتها، لقيت نان واقف على الباب بتسأله انت عامل ايه دلوقتي، وكانت محرجة منه جدا. مردش عليها وقال لها لو سمحت افتحي باب شقتك انا هدخل هنا. قالت له طب تعالى اوديك المستشفى دلوقتي. قال لها بقولك خلصي افتحي الباب. اعتذرت له وقالت له انا اسفة انت هتعمل ايه. راح واخد منها المفتاح بالعافية وفتح الباب ودخل يصلح باب البلكونة، وبتقول له انت مذهل جدا. قال لها انه بيصلحه لها علشان محدش يعرف يدخل لها، وكمان هيقفل بلكونته كويس، يعني يا ريت ما تجيش عندي. بتحاول شوان انها تصالحه. قالت له انت جعان ممكن اعمل لك اكل. عملت شوان اكل وقعد نان ياكل الاكل وعجبه كمان. وفجأة جت رسالة لشوان انها لو ما خلصتش التصميم النهارده هيطردوها بكره من الشغل. قالت لنان انا متأسفة جدا لازم تمشي دلوقتي عشان عندي شغل مهم جدا. استغرب نان وقال لها اصبري طب اكمل الاكل. قالت له اقولك خد الحله معاك وانت ماشي. وفتحت الباب تاني وقالت له بقولك يا ريت ما تنساش ترجع لي الحله بتاعتي. يا تصحى شوان الصبح بابتسامه مشرقه وبتعمل اكل وبتحطه في اللانش بوكس بتاعها. وبيصحى نان هو كمان عشان ينزل شغله، وبيختار بدلة من بدله وساعة كمان علشان يلبسها. وبيلبس وبيقف قدام المراية فبيحاول يحط ايده على الخبطة اللي اديتها له شوان امبارح في دماغه لما كان بيتخانق مع شينج ومسكوا ببعض وبهدلوا بعض. ولما بيخرج نان من شقته بيلاقي ورقة من شوان ومعاها شنطة الأكل فبيبتسم وبياخد الشنطة وبينزل يركب عربيته علشان يروح شغله. وفي الطريق بيبص بيلاقي شوان رايحة شغلها هي كمان وبتجري، فبينادي عليها علشان ياخدها في طريقه. فبتقوله ايه ده هو انت بتشتغل زينا؟ فبيقول لها دمك خفيف قوي اركبي. فبتركب فبتلاقي الاكل اللي عملته له واخده معاه. فبتقول له ايه ده انت كمان بتشتغل زينا وبتاكل زينا؟ ياه ده انت مالك منزل غريب جدا. بيقول لها نيل لو خلصتي كلام يا ريت تربطي الحزام يلا وخلينا نمشي. فبتحاول تلبس الحزام فما بتعرفش زي اي بطلة في اي مسلسل. فبيقول لها نان زي اي بطل في اي مسلسل وفي مشهد رومانسي عريض بطيء. ما خلاص يا جماعة بقى ده انتوا ابطال جدا. المهم بيسوق نان وفي الطريق بتقول شوان لو مش هتشتغل شغل اضافي ايه رأيك نروح المستشفى عشان نطمن على الطماطمايه اللي اترزعت في قورتك دي ونشوف يا ترى استوت ولا لسه. فبيقول لها نان لا بكل صرامة. فبيقول لها نان لا وبيشغل الراديو عشان يخلص من لسانها الدبش طبعا. وبيوصل نان شغله وهناك بيقول له النائب بتاعه ان قسم التصميم قاعدين يجيبوا سيرة شركة 88 ED واعمالهم السابقة اللي ما بتبشرش بالخير. فبيقول له نان ما انا عارف. فبيسأله انت ازاي مش قلقان كده؟ بيقول له انه مخطط لكل حاجة ومتوقع ان فريق التصميم بتاع شركته بيستخف ببتوع 88 ED. وفي الشركة بيوصل لهم طلب تسليم مشروعهم من فريق التسويق اللي في مجموعة اوكا بكرة. فبتتعصب مديرة قسم التسويق ليه وبتقول انها مستحيل تعمل كده، لكن المدير بيراضيها ببونص طبعا. فبتقول له اذا كان كده ماشي يلا تعالوا معايا يا شباب علشان معانا شغل. وبينزلوا وبتتجمع بيهم الرئيسة ليه وبتسألهم لو كان عندهم اي افكار بخصوص بروجكت شاي بحليب الفول الصويا. ولما بيتكلموا بتزعق لهم وبتقول لهم انتوا نسيتوا نفسكم ولا ايه؟ انا الرئيسة هنا. وقبل ما تمشي بتلاقي شوان واقفة بتزعق فيها وبتقول لها حضرتك بتعملي ايه هنا انت كمان؟ قالت لها انا جاية مستمعة عشان حابة استفيد. قالت لها روحي خلصي شغلك، خلصي شغل السمك المسلوق عشان السيد جونغ جاي، ولو الشغل ما جاش على مزاجه هيعملك انت شوربة سمك مسلوق. وبتسيبهم وتمشي. وهنا نان بيفتح الغدا اللي عملته له شوان فبيتضايق لما يلاقي فيه اكل حر جدا. وبيدخل زميله في الشغل وبيحاول يسف عليه شوية لما بيلاقي الاكل ويقول له انت شكلك كده ارتبطت ومخبي علينا. وبيسأله مين اللي امها دهي عليها دي. وفي نفس الوقت بيدخل مدير قسم التصميم في المجموعة ولما بيلاقي نان بياكل بيقول له ايه ده يا نان انت بتاكل زينا؟ طب خد حلي. وبيرمي له فلاشه بيقول له انه فيها مفاجاه. بتحضر غرفه الاجتماعات عشان تقدم للسيد جونغ الشغل اللي سهرت الليل كله تعمله. وبيجي تشينج يساعدها ويسالها ايه الاخبار. فبتقول له ان كل حاجه تمام وما تقلقش وبتكون مبسوطه قوي وراضيه عن شغلها. وبتسمع صوت السيد جونغ فبتعرف انه وصل فبتمسك شنطتها علشان تطلع الفلاشه اللي عليها الشغل. لكن المفاجاه كانت ان الفلاشه مش موجوده اصلا وزي ما تكون فص ملح وداب. فبتتوتر شوان جدا بعد ما كانت هاديه واثقه في نفسها. وبيسالها تشينج لو كانت عملت نسخه على الكمبيوتر فبتقول له لا انا ما عملتش حاجه. وبتقلب في الشنطه ولكن للاسف ما بتلاقيش حاجه. وبيدخل العميل مع المديره بتاعتها غرفه الاجتماعات وبتشاور لها مديرتها علشان تبدا، لكن شوان بتفضل ساكته
ولما بتقول لهم اللي حصل بيتعصب العميل جدا جدا وبيخرج من أوضة الاجتماعات، وبيجي المدير على صوته يهديه، لكنه بيقول انه مش هيتعامل مع شركتهم تاني. وبيفتح نان الفلاشة اللي اداهاله مدير قسم التصميم، فبيلاقي اعلان اخره لوجو شركة 88 ED. فبيلاقي المصممين اللي في الشركة بيتكلموا عن الاعلان وبيتريقوا وبيقولوا ان مستحيل حد من 88 ED يقدر ينفذهم. وفي الشركة تان واقفة ومديرتها متعصبة وبتزعق وبتقول لمدير الشركة ان شوان ما ينفعش تشتغل معاهم تاني، وهي يا شوان في الشركة دي. وبتخرج شوان تشم هوا بعيد عن المديرة بتاعتها اللي بتجيب ضيق تنفس، وبتقول لتشينج انها حاسة فعلا انها ده يومها الاخير في الشركة. فبيقول لها فعلا بس ما تنسيش العزومة بتاعتي قبل ما تمشي. فبتقول له تصدق انت ما عندكش دم. بيقول لها عارف، وبيقول لها اهدي وحاولي تفكري انت حطيتي الفلاشة فين وعملتي ايه قبل ما تيجي الشركة الصبح. فبتتصل بنان وتقول له انا شكلي كده نسيت الفلاشة بتاعتي في عربيتك، وبيتفقوا يتقابلوا في مكان. ولما بتوصل بيقول لها نان العربية عندك اهي دوري فيها زي ما انت عايزة. ولما بتلاقيش شوان حاجة بيقول لها انه غسل العربية الصبح، يمكن حد اخدها، هي كانت تلزمك في حاجة. فردت شوان عليه وقالت له ان فيها شغل مهم جدا لعميل كانت متفقه مع شركتها عليه، ولو الشغل ما وصلوش هيلغي الاتفاق مع الشركه. بيقطمها نان شويه وبيقول لها انه معاه شغل ومضطر يطلع الشركه. ولما بيدخل مكتبه بيسمعهم بيقولوا بره ان الدنيا بتمطر، فبينزل وبياخد شمسيه معاه وبيروح لشوان. لما بيلاقيها قاعده في السوبر ماركت مع تشينج بيراقبهم بعيون صقر، وبتكون شوان بتشتغل على التصميم بتاع السمك المسلوق وتشينج قاعد معاها بيشجعها. ولما بتخلص بتروح عشان تعرض التصميم على العميل وتعرف رأيه فيه. ولما بتوصل عند السيد تشانغ وبتعرض عليه التصميم بيديها اوردر وبيقول لها روحي وصلي لي العنوان ده، وبيبعت لها على موبايلها لوكيشن. وبتاخد شوان الاوردر وبتطلع تلف 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 يا حبيبتي. ولما بيتصل السيد جانغ بيها فبتبكي وبتقول له انها مش قادره تلاقي المكان اللي المفروض توصل الاوردر ليه. فبيجي يساعدها وبياخدها وبياخدوا الاوردر يوصلوه. وهنا بيقعد السيد جانغ مع شوان ويفهمها انه محتاج لوجو لمطعمه يلفت النظر ويجيب صدمه للزبون ويحافظ على هويه المكان باعتباره محل سمك مسلوق. فبتقول له شوان بس كده ده انت تؤمر. وبتروح للمديرة بتاعتها وتديها مشروبها المفضل، وبتاكل طبعا بعقلها حلاوة وبترجع تكمل شغلها. وبيمر الوقت وبيفتح جانغ مطعمه وبيشكر شوان على شغلها وتعبها معاها المميز. يا ترى ايه اللي هيحصل مع شوان؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية ان شاء الله. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وكومنت علشان قناتنا تكبر بيكو. باي باي.